سؤال كتير سألته، هو ينفع نعمل حلويات للمولد في البيت؟ طبعا ينفع. طيب يا ترى هي صعبة؟ أبدا، سهلة جدا، لكن ليها تكنيك مخصوص. طب محتاجين أدوات أو حاجة أو ترمومتر أو أي حاجة عشان نعمل الكلام ده؟ لا، هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة كمان من غير أدوات. طيب يا ترى هتطلع معايا زي الجاهزة؟ ويا ترى هوفر ولا هرمي الفلوس والخامات في الأرض؟ لا طبعا، هتطلع معاكي أحلى كمان من الجاهزة، وهتوفري جدا لأنك هتعمليها بإيدك، يعني هتوفري حاجات كتيرة قوي. كمان هتطلع معاكي تحفة جدا. شايفين بقى اللذيذة البيضة؟ ده أول صنف في حلويات المولد هنعمله بمنتهى البساطة. ولو لسه مبتدئة اعمليه، سهل جدا وبسيط، وكل يوم هنزل لكم فيديو جديد. كمان هقول لكم نغلفها ازاي بالشكل الحلو ده ونحطها في علبة الحلويات. لكن قبل ما تعملي لايك واشتراك في القناة لازم تصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بقى لايك الفيديو واشتراك في القناة، وطول ما انتوا بتتفرجوا صلوا على الرسول، وطول ما انتوا بتعملوا حاجة في المطبخ صلوا على الرسول، صلوا على شفيعنا حبيبنا سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نقول بسم الله وتعالوا نبدأ الوصفة. معايا نص كوباية من السكر. يفضل يكون سكر لونه فاتح. 30 ملي من المية. ومعايا كمان عسل جلوكوز، ده العسل بتاع الحلويات، موجود عند أي محل عطارة أو مستلزمات حلوية. برضو نص كوباية. السكر 125 جرام، المية 30 ملي، عسل الجلوكوز 125 جرام، حوالي برضو نص كوباية. بس كده، بس كده. هنحط بقى الطاسة بتاعتنا الحلوة دي على النار أو الكسرول دي على النار، وهنبتدي نقلب فيه بالشكل ده لغاية لما يدوب تماما ويمتزجوا ببعض. التكنيك هنا في تسوية السكر. بصوا، أول ما يبتدي يغلي بالشكل ده دقيقة واحدة بس يغلي كله، ونبتدي نقلب كده عشان كله يغلي. هي مجرد دقيقة، وما تخليش السكر يغمق معاكي. دقيقة وتكوني النار بتاعتك تكون متوسطة. وبعد دقيقة واحدة بالظبط اللي هي نوصل لمرحلة الخيط بتاعة السكر، بعد كده هنبتدي نضيف معانا باقي المكونات. شايفين انا هنا مجرد دقيقة تقليبة حلوة بقى كده. كده اتأكدت ان كله غلي وكله زي الفل. شايفين بقى مرحلة الخيط دي؟ بعد كده هيكون معايا 200 جرام من جوز الهند الناعم. طبعا في بيبقى خشن شوية وفي بيبقى ناعم قوي، استخدمي الدرجة اللي انتي تحبيها. ومعايا كمان 30 جرام كده من الزبيب، ونبتدي نضيفهم ونقلب بسرعة بالشكل ده. طيب ممكن نعملها من غير زبيب، ممكن. في المرحلة دي أنا بطفي النار وببتدي أكمل تقليب. مهم جدا إنك تطفي النار، ما تخليش النار شغالة. وبنقلب كويس جدا علشان جوز الهند يمتزج ويتشرب كده كل السكر أو كل العسل السيرب اللي احنا عملناه. ممكن نعملها من غير زبيب، ممكن طبعا. طيب في إضافات تانية، ممكن نضيف فروتة مسكرة، أو ممكن نضيف كريز مسكر برضو يتقطع ونضيفه على جوز الهند. نقلبها بقى كده، ريحتها بصراحة خرافية. تقدروا طبعا تضيفوا النكهات اللي بتحبوها، لو بتحبوا تضيفوا فانيليا أو أي حاجة، لكن أنا بكتفي بطعم وريحة جوز الهند. بعد كده بيكون معايا قالب ببطنه كده بكيس بلاستيك أو بلاستيك حراري، أو ممكن ورقة زبدة وندهنها بشوية بسيط كده من الزيت، وابتدي أفرد اللذيذة على أو في القالب كده بالشكل ده. افردها كويس وببتدي أسويها كده بالشكل ده، وأشوف لو في أي مكان مش متساوي أو جزء أعلى جزء أقل، ببتدي أظبط كده الفورمة بتاعتي. بعد كده بضغط بقى عليها كويس جدا بمعلقة كده أو سكرابر يكون مدهون بالزيت، أو ممكن لو لابسة جلافز تكوني دهنة إيدك كويس والجلافز بالزيت، لأن هي بتكون سخنة
تبتدي تضغطي عليها بالجلافز كده بإيدك أو بسكرابر أو أي حاجة زي كده، بحيث إن احنا بس نساوي الجزء بتاع الوش ونضغطها كلها في قلب بعضها عشان ما تطلعش مفرفة معاكي وتبقى متماسكة وشكلها حلو. أنا هنا حطيت كيس بلاستيك كده، بعد ما هديت شوية ابتديت أضغط بقى كده بإيديا، حطيت كيس بلاستيك على الوش يعني سخنة بس قدرت أتحملها. وابتدي أضغط بقى كده كويس كده. شايفين كده شكلها؟ أنا عملت 2 من القالب ده، خليت السمك بتاعها عادي زي اللي بنشتريها رفيعة مش تخينة. حابة تعمليها أخن تقدري تضيفي طبعا كمية أكبر. أنا كده في القالبين دول هسيبهم بقى كده يرتاحوا كده ويبردوا كده ويشدوا شوية كده معايا، يعني دقيقة كمان، مش هيبقى يبرد قوي، يعني يدوب بس كده ترتاح سنة بسيطة، دقيقة. ونبتدي بقى سكينة كده مدهونة بالزيت ونبتدي نقطعها على حسب المقاس اللي احنا عايزينه. مهم جدا تكوني دهنة السكينة بتاعتك بزيت علشان ما تلزق معاكي وتبقى صعب يعني في تقطيعها. طبعا احنا بنحدد هنا كده، وبعد كده ببتدي لما اجي اطلعها من الفرن اقدر اكمل بقيه التقطيع، لان هي ما بتبقاش ناشفه يعني بتبقى طريه، بس بنحدد كده الشكل بتاعها وعلشان مقطعهاش بعد ما تبرد خالص وتبتدي ترفد مننا. ممكن برضو بالمقطع كده اقطع زي ما انتم شايفين، برضو نكون دهنين وزي نبتدي نقطع كده بالشكل ده على حسب المقاس اللي عايزاه بقى الشكل المطيل ده، عايزاه مراعاة اعملي المقاس اللي كده. عايزة تحطيها في فورم صغيرة وتبتدي تغطيها على كيس بلاستيك يكون ليها فورمة صغيرة يكون ليها أشكال مدورة أو أي شكل تاني مفيش مشكلة. بس أنا هوريكم الطريقة اللي هي يعني الدرجة أو الشكل أعرف عليه، وبعد كده تفنني براحتك زي ما انتي عايزة. شايفينها شكلها؟ بسيبها بقى تبقى تماما على الرخامة، مش بدخلها تلاجة حاجة، بنسيبها عادي كده. أنا قطعهم هنا كده كلهم وعملت المقلب بالنسبة لي كان مناسب. بعد اللذيذة بتاعت بتطلع من الفورمة وحددت الحرف تمام كمان كده بالسكينة وتطلع بسهولة. طبعا هي فيها الزيت الكافية، يعني هنقع على الكيس بلاستيك أو نبتة معانا بمنتهى البساطة، مش هتاخد منك وقت خالص، خلاص معاك قليل جدا. أهم حاجة ما تزوديش تسوير السكر، يستوي يعني مجرد يغلي دقيقة بالظبط 60 ثانية، وحطي على طول الماء بتاعتك جدا وجميلة وكده لدينة وطرية وكده الطعم بتاعها والندغة بتاعتها حلوة وطعمها فيه منتهى وكمان ريحة حلوة. يلا الناس اللي لسه تشجع وتعمل حلوة المولد أي خطوة بخطوة، وفي أي سؤال قالوني في الكومنتات هرد عليه أقول لكم نعملها بمنتهى البساطة وكمان نوفر وكمان نوفر. هتقولي لي طبعا ده سم هشتغل، ما عنديش أي مانع ورب الجميع. في ناس مش تشتري علبة الحليب بمبلغ وقدر، فحاول نقدم حاجات بسيطة يفرحوا ولاد علشان كمان مش قادر أو يعمل حاجة معين يعملها. قد ايه شكلها كده ولذيذة. بعدها نغلفها في كوكيز في بلاستيك قدها أو بستراب زي ما أنا عرفتها، مش عندي أكل غلفها بستراب. بصوا بقى هنا لو شايفين الخيط الرفيعة دي موجودة في المشبك، تبقى موجودة في البسبوسة دي، تبقى طرية وحلوة وطعمها. هنا أنا بعد عرفتها دي الكمية عملتها كلها كانوا حوالي 4 أو 3 قطع، حلوة جدا. 200 بس جزء أو 200 جرام أقل من ربع كيلو دي الكمية الحين. طبعا هنخلي علشان نجمع كلها نعمل حلويات مميزة حلوة تنفع تنفع تجيرانك، تنفع تعمليها لولادك بتكاليف بسيطة. شوفوا كده، فضل باي.